ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم يوسف عصام. طبعا لو انت عايز بقى دلوقتي تشتري موبايل ومعكش فلوس كتيره، معاك حوالي 3500 جنيه وبتدور على تليفون دلوقتي عايز تشتريه، طبعا انا منصحش اي حد ان هو يشتري تليفون في الفتره دي خالص، لان دي اسوأ فتره ممكنه انت ممكن تشتري فيها اي حاجه اصلا الكترونيه او اي حاجه في حياتك. دي اسوأ فتره فعلا، بس على افتراض ان انت مضطر تليفونك حصل له حاجه، فانا النهارده جاي اقول لك على تليفون ب 3500 جنيه تقريبا، احسن تليفون بالسعر ده، لان اصلا مفيش بدايل. يعني هو من شركه انفينكس اكيد، هو الانفينكس سمارت 6 وده اللي هنعمل عنه الفيديو النهارده. وفي تليفون تاني من ريلمي، الريلمي 21 واي، ده برضو اوبشن كويس جدا انصحك بيه. بس احنا النهارده هنتكلم عن الانفينكس سمارت 6، تقريبا هما الاثنين اصلا شبه بعض بالظبط. فلو انت عايز تشتري تليفون في السعر ده دلوقتي مفيش اصلا غيرهم تقريبا، بس لازم تحط في بالك ان هو من كام شهر كان ب 2500 جنيه. ويلا بقى نبدا الفيديو على طول. طيب نبدا باول حاجه اكيد، وهو التصميم كله بلاستيك، اكيد ما تستناش حاجه اكتر من كده. احنا لحد 5-6000 جنيه برضو بلاستيك، ظهر بلاستيك، فريم بلاستيك، الماسكه كويسه، مريح، وزنه مش تقيل قوي، حوالي 183 جرام تقريبا، فده وزن كويس جدا، تقريبا الوزن المثالي. في المجمل اوكي، شكله كويس، اللون بالذات اللون اللي معاه ده دلوقتي شكله جامد قوي. وعندك كمان التصميم بتاع الكاميرات اوكي، فينجر برينت في الظهر قديمه بس ماشي هنتكلم عنها برضو، لكن التليفون شكله كويس، شكله مقبول. طيب نخش على تاني حاجه بقى، وهي اكيد الشاشه هنا تقريبا من اسوأ الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها، لان بجد احنا في 2023 خلاص داخلين ومازال في شاشات يعني اي بي اس عادي، 60 فريم برضو عادي، ووتر دروب نوتش ممكن شويه، بس ما زالت برضو مش مشكله. المشكله ان هي اتش دي بلس مش فول اتش دي، ودي حاجه انا ما اقبلش بيها خالص في 2023. بس زي ما احنا قلنا انت مضطر، انت لازم دلوقتي تجيب تليفون، وهو ده اللي موجود زي ما قلت لك، هو والريلمي، والاثنين اتش دي بلس للاسف، لان زي ما قلت لك من كام شهر كان ب 2500 جنيه، وزي ما احنا عارفين التليفونات اللي هي الاقتصاديه دي بتيجي ب اتش دي بلس مش فول اتش دي خالص. لكن الشاشه الوانها كويسه، المعالجه بتاعت انفينكس والله مش وحشه، والالوان معقوله، وفي عندك من الواجهه واللي هنتكلم عنها كمان شويه بحر كاستمايزيشن في كل حاجه، وبالذات في الالوان هتقدر تعدل وتوصل للوك اللي انت عايزه تقريبا. ولكن زي ما قلت لك هي شاشه اتش دي على الحجم ده 6.6 انش، يعني هتشوف بيكسلات لو قربت، فدي حاجه مش حلوه قوي. ولكن زي ما قلت لك ده الخيارات الموجوده، ولكن هي شاشه تعتمد عليها، يعني هي شاشه انت شايف تمام، الدنيا تمام، تقدر تتفرج عليها على الفيديوهات عشان حجمها كبير. ودي حاجه برضو نتكلم عنها، وهو الصوت برضو حاجه انت ما تستناش منه الحاجه الحلوه قوي. يعني هو صوته عالي، واغلبيه التليفونات دي بتبقى صوتها عالي بس مش انقى حاجه، مفيش بيز بقى تريبل والحاجات دي، لا، ما انت صوت عالي بس تسمع زي الفل، ماشي لحد دلوقتي الدنيا جميله اوكي مش وحش. نخش بقى على ثالث حاجه، وهو البروسيسور او المعالج بتاع التليفون. برضو ما تستناش ان انت تقول انا دافع 3.5، فانا كان معايا مثلا تليفون انا كنت جايبه ب3.5، فده المفروض بقى يبقى اداؤه زيه او احسن منه، على الاقل زيه، لا ده هيبقى اداؤه اقل، لان من كام شهر ده كان ب 2500 جنيه. فما تستناش ان انت تلعب ولا ببجي ولا كول اوف ديوتي ولا تلعب اي العاب من الالعاب دي، لانك لو حاولت تلعب اي لعبه من الالعاب دي هتلعبها وحش قوي، تسقيط فريمات، جرافيك مش اعلى حاجه. فاكيد اللي هيجيب التليفون ده مش هيجيب عشان يلعب، مش هيجيب في الوقت ده اصلا حاجه عشان تلعب بيها، ومش هتدفع اقل من 7-8000 جنيه بجد. دلوقتي الموضوع صعب جدا. فغير موضوع الالعاب، انت عندك هنا اصلا وانت بتسكرول وانت استخدام اليومي اللي اصلا التليفون متجاب عشانه، فانت كل حين كده واخر هتلاقي فريم بيسقط، هتلاقي تقطيع، هتلاقي حاجه، وده اظن برضو طبيعي، لان انت دايما تبص على التليفون وانت ماسكه ان هو ب 2500 جنيه، اوعى تحط في بالك ان هو ب3.5 ولا 4، لان انت لو حطيت في بالك كده انت هتزعل قوي. هو لازم تحط في بالك ان الاوضاع والظروف اللي احنا فيها دلوقتي هي اللي خلته بالسعر ده، لكن هو اصلا سعره 2500 جنيه، فطبيعي 2500 جنيه يعني تليفون اقتصادي، يعني اكيد في تقطيع في الفريمات، في الالعاب البسيطه حتى، وتقطيع في السوشيال، ولكن مش بتضايق قوي، مش كتير. ولكن انت في الفيسبوك في اليوتيوب هتلاقي دلوقتي مع الابلكيشن بقت ابديتات وانيميشن وحاجات روشه طبعا من جوجل ويوتيوب وحاجات كده، فبقى ابلكيشن بقى تقيل على الموبايلات اللي زي كده. ولكن المعالج هنا تحديدا هو هيليو A20 او A20،
فهو على قده خالص زي ما قلت لك، استخدام اليومي والحاجات دي اوكي ماشي. نخش بقى على حاجه بصراحه، انا قلت لكم ان الشاشه اسوأ حاجه، لا في اسوأ بصراحه، اللي جاي ده اسوأ. يعني دي حاجه انا مش عايز اتكلم عنها اصلا، وانت المفروض ما تحطهاش في دماغك خالص، وهي الكاميرات. الكاميرات هنا كارثه حرفيا. انت معاك حاجه تصور بيها حاجه لحظه من حياتك مثلا، انت عايز بس ايه اللي هو تصور حد انت تعرف ده مين، اللي هو ده كان صح، ده كان كذا في اليوم كذا، بس مش عايز تشوف تفاصيل وجه، انت بس عايز تعرف الشخص ده هو ولا مش هو. يعني انت عايز تبص تفتكر لا ده هو ده. عارف كاميرات المراقبه حاجه زي كده، لان بصراحه هنا كاميرا سيئه جدا 13 ميجا بكسل، واظن انت المفروض تبقى عارف كده. احنا لحد 5 6 7 8000 جنيه والله ما بتاخد احسن كاميرا خالص، ويبقى الموضوع برضو صعب. دلوقتي اللي عايز فعلا تليفون عشان يصور بيه مش هتدفع اقل من 8000 جنيه لو عايز تاخد فعلا كاميرا كويسه، دي اقل حاجه. فما بالك بقى ان احنا بنتكلم في دلوقتي 3500 جنيه او 4000 جنيه، تليفون من كام شهر كان ب 2500 جنيه، ولازم يفكرك كل شويه، ولازم تفكر نفسك لو انت هتجيبه. زيك برضو كاميرا اماميه ينطبق عليها نفس الكلام، بس انيل طبعا، ولكن انت هتاخد بيها زي ما قلت لك اللحظات المهمه زي ما قلت بس. طيب حاجه نقطه بقى قويه، بدل ما نقعد نشوف الحاجات، نشوف مميزات الموبايلات اللي هو في السعر ده اصلا. حاجه زي البطاريه، عندك بطاريه هنا 5000 ملي امبير حرفيا، تقعد معاك اكتر من يوم ونص، يومين لو استخدامك خفيف شويه. فهي بطاريه عملاقه، بس اكيد الشحن حاجه تضايق قوي ان احنا لسه في 2023 وفي مايكرو يو اس بي. دي حاجه برضو مرضاش بيها خالص، دلوقتي كله بقى يو اس بي تايب سي، فليه يبقى مايكرو يو اس بي وشحن بطيء جدا ويشحن لك 5000 ملي امبير دي في حوالي 3 ساعات؟ رقم كبير قوي، بس زي ما قلت لك هتقعد معاك يوم ونص يومين، فممكن تشحنها بقى وانت نايم وانت عادي. طب ننتقل بقى لفقرة كده والحاجات اللي هي ايه اللذيذة كده اللي انا بحبها، اللي هي الواجهة، الانيميشنز، الافكتات اللي موجودة في الواجهة. واجهة انفينكس هنا عندك الاكس او اس. طبعا اللي يعرف انفينكس من زمان كان عارف ان هي مش احسن حاجة، اعلانات وبطيئة جدا، وشركة انفينكس دي اصلا وحشة ومش عارف ايه، وفعلا هي كانت كده، ولكن مع الوقت اتحسنت بقى لها حوالي سنة او سنتين. السوفت وير بتاعها اتغير تماما، بقى شكله لذيذ، بقى اخف، بقى فيه انيميشن وحركات حلوه جدا، مبقاش فيه الاعلانات، لسه فيه اعلانات بس مش بالشكل الاوفر قوي اللي كان موجود من فتره طويله او زمان. فانت هنا هتلاقي تعديلات حرفيا كل اللي قلبك يحبها، كل اللي انت عايزه تعرف تعمله هنا. بس زي ما هي ميزه زي ما هي عيب برضو، ان انت عندك هنا من كتر يعني الافكتات والانيميشن والحركات والتعديلات والتخصيصات على كل حاجه، انت بتتوه اصلا في الواجهه. يعني حرفيا انا بمسك الموبايل عاوز اعمل حاجه، اتسحل في حاجات، كميه حاجات رهيبه، اقعد ايه ده وفي ايه ده، طب ما نجرب، مش ايه ده. بص هتتسحل في الواجهه، حاجات كتيره قوي، يعني تعديلات وتخصيصات في كل حاجه حرفيا، كل حته في التليفون. فدي حاجه زي ما قلت لك ميزه وعيب في نفس الوقت برضه. الاعلانات هنا عشان برضه دي حاجه مهمه، زي ما قلت لك ان هي بقت قليله مش زي قبل كده. في شويه اعلانات تقدر تلغيها، والابلكيشن اللي بتنزل مع التليفون اول ما تفتحه ما بقوش كتير قوي، بس اوكي مازال تقدر تمسحهم. في بقى كم حاجه كده وكم برنامج اللي هو بتاع الواجهه نفسها، وما كتير شويه على تليفون واجهه برضو، ولكن هم موجودين بتوع انفينكس اصلا ما تقدرش تمسحهم، بس دلوقتي مش عاملين مشاكل. يعني بقول لك في اللي هي الالعاب والحاجات دي مش ما بقوش كتار قوي وتقدر تمسحها. طيب بعد ما اتكلمنا بقى عن الواجهه وكده، عندك هنا الموبايل باندرويد 11، دي حاجه كويسه جدا. اندرويد اوكي مش احدث حاجه بس كويس مش وحش، فالموضوع هنا لذيذ. طيب حاجات بقى تانية لازم تعرفها في التليفون، وهو ان التليفون هنا بيجي بشريحتين وكارت ميموري، دي حاجه كويسه جدا. التليفون بيجي ب 3 جيجا رام و64 مساحه داخليه، وخلي بالك من الموضوع ده لان التليفون ده اصلا اسمه انفينكس سمارت 6 364، يعني 3 جيجا رام و64 مساحه داخليه، عشان في اصلا تليفون اسمه انفينكس سمارت 6 برضو بس قديم شويه ومختلف، وتليفون تاني اصلا بيجي ب 2 جيجا رامات و32 مساحه. فده لا، دي نسخه جديده بشكل جديد مختلفه، في ابجريد كامل، تليفون تاني يعني من الاخر، بيجي ب 3 جيجا رامات و64 مساحه داخليه. الفينجر برينت بقى اللي هنا مش احسن حاجه، بس اوكي هتقضي الغرض ومش وحشه، ولكن زي ما قلت لك هي مكانها بقى قديم شويه، يعني كان اتمنى ان هي تبقى في زرار باور، بس ماشي مش وحشه مقبوله.
الفيس انلوك مش اسرع حاجه ومش ابطأ حاجه، بس طبعا ما اعتمدش عليه عشان هو من الكاميرا. وطبعا لو انت مش هقولك بالليل، لو انت بس في حته ضلمه سنه مش هيرضى. وبس كده، ادي كانت كل حاجه تقريبا عن انفينكس سمارت 6 364. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. بس كده، سلام.